في مدينة الألوان الزاهية، حيث تتراقص الفراشات المضيئة في الشوارع، كانت تعيش فتاة لطيفة اسمها جنى. كانت جنى تشبه وسادة قطنية كبيرة تمتص كل شيء حولها بصمت. إذا انتقدتها سالي السريعة قائلة: رسمك يشبه خربشات طفل صغير، كانت الكلمات تتحول إلى سهم كرتوني حاد يرتطم بجنى ويترك خدشاً صغيراً على روحها، لكنها تبتسم وتقول: شكراً لملاحظتك. وإذا تذمر عمرو العبوس بصوت عال: أنت بطيئة جداً، كانت كلماته تتحول إلى حجر رمادي ثقيل يسقط على كتفيها، فتترنح قليلاً وتهمس: سأحاول أن أكون أسرع. كانت تخشى أن تفقد سالي وعمرو والجميع إن واجهتهم، فتتحمل السهام والأحجار يوماً بعد يوم، حتى بهتت ألوانها وأصبحت تبدو وكأنها رسمة قديمة مغطاة بالغبار. في أحد الأيام أثناء المهرجان السنوي، كانت جنى تحمل فطيرة ملونة صنعتها بكل حب. رآها الجميع، فبدأت عاصفة من الكلمات اللاذعة تتجه نحوها كوابل من المطر الأسود. شكلها غريب، بالتأكيد طعمها سيء. شعرت جنى بالسهام والأحجار وهي تمطر عليها دفعة واحدة. اهتزت وسقطت الفطيرة من يديها وتحطمت على الأرض محدثة صوت ارتطام عالي. في تلك اللحظة وهي تنظر إلى فطيرتها المحطمة، شيء ما في داخلها أطلق شرارة بوم. لم تعد تحتمل. أخذت نفساً عميقاً، وعندما أتت الكلمة الجارحة التالية محلقة نحوها، لم تفتح ذراعيها لامتصاصها، بل فتحت فمها وصرخت بصوت صاف وقوي: لا! لم تكن مجرد كلمة، بل كانت موجة صوتية ذهبية لامعة انطلقت منها. ارتطمت الموجة بالكلمات السامة قبل أن تصل إليها، فحولتها إلى فراشات ملونة صغيرة تطايرت بعيداً. تجمد الجميع في أماكنهم، وأفواههم تكاد تلامس الأرض من الدهشة. نظرت جنى إلى نفسها ولاحظت أن الخدوش القديمة بدأت تتلاشى، والأحجار الرمادية تتساقط عنها وتتحول إلى غبار. وقفت سعيدة، وأدوانها الخاصة بدأت تتوهج بقوة أكبر من أي وقت مضى. أدركت أن صوتها لم يكن سلاحاً لتخسر به الناس، بل درعاً لتحمي به أثمن شخص تملكه، نفسها. ومنذ ذلك اليوم لم تعد جنى وسادة تمتص الأذى، بل أصبحت لوحة فنية زاهية لا يجرؤ أحد على خدشها.